السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده يا جماعه شويه عيش فلاح او عيش مكنه على حسب ما بنسميه. وبما اننا بقى داخلين على حر وكده فاحنا هنطلعه كله طري، مش زي الاول كنا بنطلع منه شويه ناشفين نعمل منهم فته او كده. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه ده الدقيق وانا نخلته كويس. ده دقيق قمح، لكن اللي في الطبق ده يا جماعه دقيق ذره. يعني بيساعد ان العيش يكون سهل في الاكل شويه. تمام كده، كيلو ونص دقيق عليهم نص كيلو دقيق ذرة. معايا كيس خميرة فورية. وبما اننا برضو في الحر فانا ما نشطتش الخميرة، انا حطيتها مباشر على الدقيق. ومعلقة ملح. والمية اللي هعجن بيها. هو العيش مش بياخد اكتر من كده، بيتعجن بمية، لا بتحط له زيت ولا سمن ولا اي مادة دهنية. اهم حاجة نعجنه كويس. وزي ما قلت لكم عشان احنا في الحر فالعجينة مش محتاجة تتنشط، هي ساعة زمن واحدة. وبتكون ما شاء الله. اهم حاجة نخدمه كويس في العجين زي ما احنا شايفين كده. عجينة الصيف يا جماعة أنا مخلياها ناشفة شوية في إيدي. مش طرية، عجينة الشتا بتكون طرية شوية لأنها بعد كده بتشد. لكن في الصيف بتسيح، فأنا سايباها ناشفة شوية في إيدي زي ما انتوا شايفين كده. أنا هغطي عليها وهركنها بالظبط ساعة زمن. لو في الشتا تاخد لها قد ساعة ونص، في الصيف ساعة واحدة. يمكن ساعة إلا ربع كمان. خلاص ما شاء الله عدى ساعة. والعجينة حجمها اتضاعف ازاي. رش الدقيق دورة بقى على الصينية اللي هقطع فيها العيش، أهو أقطع عليها العيش. رشة خفيفة كده. وهبدأ أكوره حتت صغيرة عشان أعرف أتحكم فيه. زي ما احنا شايفين كده. بس مش صغيرة قوي، يعني وسط. أنا بدهن القطعة أو الحتة اللي في إيدي. أو الكرة اللي في إيدي دي إيه عشان وشها ما يشققش مني على ما أكمل. باقي الكمية اللي معايا. زي ما احنا شايفين كده. أنا بقطعها كلها قد بعضها. هكمل باقي الكمية بقى. وارجع معاكم. ما شاء الله. الكيلو ونص دقيقة عملوا معايا كمية محترمة ازاي. انا هشغل الفرن على طول يا جماعه لان العجين بيسيح في الحر. ادي اول واحده ما شاء الله العجينه حلوه قوي معايا، هي كانت وانا بعجنها. كانت ناشفه في ايدي. بس ما شاء الله دلوقتي يعني عشان اختمرت كويس وكده. فهي ما شاء الله ماشيه كويس. بديها فرده صغيره. بالفراره اللي معايا دي وبدخلها المكنه دي مكنه الخبيز الناس اللي متعرفهاش اللي بتعمل بقى المخروطه يا جماعه. بهدي النار من تحت. وبعلله النار من فوق، انا عايزه اطلعه طري. مش عايزاه يكون ناشف لان الحاجه بتاعت الصيف بتنشف بسرعه. فانا هطلعه طري وافرز منه واطلع منه على حسب احتياجاتنا. زي ما احنا شايفين كده هكمل باقي الكميه بقى. بفردها شويه وبعدين بدخلها المكنه دي. مش عارفه في ناس كتير بتعرف العيش الفلاحي بتاعنا ده ولا لا. بس زي هو كل خطواته. وبيطلع ناجح قوي زي ما احنا ماشيين كده شايفين ما شاء الله. واهم حاجه برضو في نجاحه ان انت وانت بتفرديه يكون خفيف في ايدك ما يكونش تخين. عشان يستوي كويس. يا دوب بياخد لون ذهبي مش كله. بس يستوي وبطلعه على طول يفضل طري معانا. لو انت اول مره تشوفيني ما تنساش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه وحطوا اللايك. شايفين ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا وانا بسويها بخليها يم النار شويه واللي بعيد عن النار بقربها منها تاني. بالعود الحديد اللي معايا ده. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله شايفين. لونها ذهبي من تحت ومن فوق. ما شاء الله واما اجي اعبيها اوريهولكم. اكيسه في الفريزر هوريهولكم. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده العيش طالع ما شاء الله زي الفل. وطري ازاي. طبعا انت بتفرزي منه على قد ما انت عايزه وتطلعي قبل يا دوب على ما تجهزي الصينيه او الطبليه بتكون العيش فك وبقى مية مية. كأن انت لسه مطلعاه من الفرن. صابح يعني. طبعا كل واحد على قد احتياجاته، انا بحط كل كام واحده مع بعض على حسب ما انا عارفه انا هستعمل كام. او هعوز كام. زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله طالع زي الفل. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش باللايك والشير وصلوا على النبي في الكومنتات يا جماعه. واشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.